الزائر لهذا المكان سيندهش لا محالة لعبقرية الإنسان الدرعي، أعمال يكاد يعجز أمامها مهندس هذا العصر. جواب شافي لماذا أهلية هذا الإنسان الذي ترك لنا بصمة. وجب علينا الحفاظ على هذا الزخم العظيم من القصور والقصبات المنتشرة على جنبات وادي درعا. محاطة بالقصر، يمكن ما كتشاهدوا هنا كاين المنطقة هذه، البلاصة ديال القصر هذا راه مستعملين فيها الجبس ربما هذا غالبا الجبس، الجبس هذا وحده. يعني هذه هي يعني كتبين لك بأنه راه كاين واحد الفرق كبير ما بين الأسرة الحاكمة اللي كانت قبيله والناس اللي كانوا ساكنين في طنجة. يعني كتبين لك بأنه راه كاينين ديك الأسرة الحاكمة كانت عايشة في واحد الرفاهية وواحد الرخاء في قليل. يمكن ما كتشاهد دابا السارية الزخرفة المعمارية ديالها كيفاش دايرة. هذا هو الفرق اللي كتلقاه دابا ما بين الديور القدام اللي تابعين اللي تابعين القصبة. كما كتلاحظوا دابا هذه ربما شي بئر أو مطمورة، يعني ما غرقاش بزاف، مكاينش لا غرق بزاف، غالبا غتكون شي مطمورة غالبا. هوية ثقافية حضارية تستحق أن تكون محط اهتمام مسؤولي القطاع لانعاش القطاع السياحي بالمنطقة. هنا عاش سكان القصبة معظم أيامهم بحلوها ومرها. هنا كتب التاريخ نفسه ونصب عرشه. هنا كانت البساطة والحياة القروية بأجمل تجلياتها. هنا كانت الحركات والصراعات القبلية حول من سيكون شيخ القبيلة. هنا رسمت معالم القوة والضعف. هنا حكمت الأسرة المزوارية وبسطت يدها على خيرات وادي درعا. جدران تحكي لنا تاريخ غابر من عايشه، يحكي عنه بحرقة ومرارة. حينما تنظر لحجم التجاعيد والأيادي الخشنة والعروق المتصلبة، تكتشف أن القصبة كانت حصنا لمعاناة تركت أثارها محفورة في ذاكرة الناس. استقصينا عن كيف كان الناس يعيشون عندك، فكان الجواب: في ذلك الزمان الناس مغلوب على أمرهم، الفقر أنهك الناس، ومن كان يحكم كانت له سلطة استبدادية تصل لدرجة انتزاع الأراضي والحرمان من أبسط الحقوق. إنه التاريخ الذي يحكي ويخبرنا أن لهذا الزمان حكايات عديدة استمعنا لها بحرقة. معظم مرافق هذه القصبة انهارت بشكل كامل، ولم يبق منها سوى آثار تأبى النسيان. وظل المزواريين الحمين لقصبة المخزن ورباط المزوار تنزلين إلى غاية بداية عهد الاستقلال، حيث بات بوادر تفكك هذه الأسرة، خصوصا بعد انتهاء فترة حكم الباشا الكلاوي الذي كان في فترة من التاريخ يولي ولائه للمستعمر الفرنسي. وقد عرف أيضا على المزواريين الحاكمين عندك إبان قيام الدولة السعدية على يد الشيخ محمد بتحالفهم مع البرتغاليين الذين أمدوهم بالأسلحة لمجابهة الدولة السعدية، التي كانت في النهاية هي الأخرى سببا في تدمر الأسرة المزوارية وأخضعتهم لحكمها. تاريخ القصور بدرعة عموما مليء بالإحداث. تابعونا على منصاتنا على الفيس واليوتيوب للتعرف على تاريخ درعة المفقود.